ودي بقى رورو في حالة لو انتوا كنتوا ناسيين، والنهاردة هناخدكم في جولة اجواء العيد وسط الناس. يلا بينا يلا بينا. ومطلعاني في قصص الانبياء ويعني الحالة صعبة قوي. ومطلعة نفسك في قصص الانبياء بعد ما طلعتيني عشان يبقى واحد واحد. اه الفيديو نزل متأخر يا جماعة، بس أهم حاجة تتبسطوا معانا لأننا نازلين نتمشى ونتهوى، وبالمرة هنجيب هدية عيد الأم اللي برضو اتأخرنا عليها. يعني احنا في كل حاجة متأخرين، اللهم صل على النبي. الجو ساقع قوي. هنا رورو حبت ان هي تجيب طبق التوت وعمالة تنقي فيه وتقول لي انهي الأحسن يا اسكندر. أقول لها يا رورو يا بنت الناس الاتنين زي بعض، مفيش فايدة. رحت سايبها ونقل على طبق الفراولة اللي قدامكوا ده، فقالت لي خلاص احنا هناخد الطبق ده. قلت لها يعني ده هو اللي عجبك والتانيين لأ؟ قالت لي اه ده حلو ماشي يلا بينا. المناظر الخلابة بقى، والناس كانت عمالة تشتري والناس كتير عشان بقى يوم أعياد بقى وكده انتوا فاهمين. ومكملين طريقنا قدامنا وفي محل كشري، ورورو قالت لي احنا لازم نطلع ناكل عنده. قلت لها يا رورو ده احنا قدامنا طريق طويل استني بس شويه. وعمالين نمشي في وسط الزحمه زي ما انتوا شايفين كده. شايفين الزينه الجميله اللي معلقينها دي بقى من رمضان، والله اشتقنا يا رمضان. وهنا كانت المفاجأة الكبرى، الليمون طلع ب100 جنيه، والرورو عمالة تنقي براحتها بقى وايه، والدنيا لعبة معاها. دلوقتي يا جدعان اللي بيشتري ليمون هو اللي بيشتري دهب بالظبط. يعني انت بص لما تشتري ليمون خبيه كده في كيس اسود عشان محدش يحسدك، عشان انت عارف بقى الانظار والعيون كلها بصاصة. بس نيجي للامانة بقى، الحاجات شكلها تحفة وبتبرق، وحاجات شكلها نظيفة قوي بجد. يعني خلونا كده يا جماعة نتأمل في جمال نعم ربنا. كام؟ كانوا رماني عليهم كلهم يا نهار ابيض رورو، انا مش مصدق نفسي. يعني انا خدت الجولة دي كلها وهي لسه عمالة تنقي. عظيمة يا رورو. هنا اتفقنا للأسف ان كل واحد فينا هيفترق وهيروح يشوف حاله، بس شكلها كده تاهت في المتاهة دي. فانا يا جدعان كده بدور على اخت تانية غيرها عشان خلاص كده شكلها تاهت. يا نهار ابيض رورو تاني، انا مش خلصت منك يا بنت، انت طلعتلي منين؟ انا مش مصدق نفسي. رورو بنفسها. هنا بقى كل واحد عمال يقول نكت للتاني بس الصوت ما كانش واضح، فمش هنوريها لكم يا جدعان. بس احنا مبسوطين، ورورو مبسوطه اكتر برياكشناتها اللي بتعملها دي. وانا مبسوط باللايك برضه. طب هنا بقى شكلنا احسن عشان احنا كنا في نفق وطلعنا منه، ودلوقتي في طريقنا ومتجهين علشان نجيب الكتل لامي الحبيبه علشان عيد الام اللي احنا نسيناه كالعاده ككل سنه. وكل سنه وانتم طيبين يا اخواتنا، وعيد سعيد وينعاد عليكم بكل خير وصحه وسلامه. وخرجنا من المحل ومكملين الجولة، والراجل كل حاجاته كانت عنده جميلة بس مش ده اللي احنا كنا عايزينه. واحنا يا جدعان امنا اصلا كانت ناوية ان هي تجيب الكتل بس مش عايزة تروح تجيبه، فاحنا رحنا بقى قلنا ناخد الخطوة ونروح احنا نجيبه. رحنا المكان ده ولقينا كل الحاجات دي موجودة. طب احنا نختار ايه ولا ايه دلوقتي؟ نشوف اي حاجة مناسبة نختارها. طب استنى اشوف حد. يا نهار ابيض رورو تاني، بس المره دي بقى ماسكه الكاتل وعماله تشيك عليه. دلوقتي يا جماعه احنا في محل الرورو لجميع انواع الاجهزه الكهربائيه وجهاز العرائس، فلو حد محتاج اي حاجه يكلمنا على البرايفت. والمره دي بقى حسيت انها طولت قوي، فانا بسالها يا رورو هو في حاجه طف في الكاتل وانا مش شايفها؟ بتقول لي تقفيله مش كويس. طب ازاي؟ هي محل سباكه. المهم قالت لي استنى انت بقى انا هروح اجيب حاجه وكده. قلت لها قشطه ماشي، واديتها الفلوس وهي بقى دخلت تبضع بقى مع نفسها وتجيب اللي هي عايزاه وفي الاخر تحاسب.
يا ولد الكتل بتاع ام الحبيبه. بالراحه على الكتل عشان مش بتاعنا. شيل شيل يا طويل العمر شيل. كده يا جماعه خلصنا الجوله بتاعتنا بكل حبشتكناتها، وشفتوا الاجواء ومش عارف ايه. الدنيا كانت زحمه جدا، الناس كلها هجمه على الحاجات، تحسها اول مره الناس تشتري حاجات اصلا. اهم حاجه جبنا الكتل بما يرضي الله، صح ولا مش صح؟ يعني هنسرقه يعني. بما يرضي الله. طبعا يا جماعه المفروض النهارده الوقفه ده المفروض، بس اتفاجئنا كلنا من دار الافتاء الافتاء. ايوه الافتاء ماله يعني. عملت لنا مفاجأة يعني عملت ان لنا النهارده مفاجأة. مش الوقفة. اه يا جماعة متخيلين الفيديو متصور من الوقت ده، بس المهم يعني احنا مبسوطين وانتم مبسوطين، وكل سنة وانتم طيبين، ونكمل. فاحنا المفروض كنا مجهزين بقى الرنجة ومجهزين بقى شوية الحاجات كلها، فاحنا ما بدهاش وعملنا رنجة. هنتصحى سحرنا يا اخواتي رنجة. يعني بصوا هنتقابل بكرة مع عواقب افعالنا بجد. ريحتها بتدوخني. انا ادب صباعي فيها، كلنا ان شاء الله في البيت هناكلها، وان شاء الله يعني ادعوا لنا بكره. بجد ربنا يكون في يعني عوننا. انت تخيل تتسخر رنجة، الموضوع صعب قوي يا جماعة، ريحتها بتدوخ. هي مش ريحتها، احنا بناكل املاح. بكره بقى ايه مش عارفين بقى، هنموت من العطش بقى ولا هنعمل ايه؟ انا مش الله واكل أعلم. رنجة، كلوها انتوا، انا مش هاكل غير في العيد بس. ما انت مش هتاكل عشان انت اللي هتلحقنا. او انا اللي لو حصل لنا حاجه. تصدقي يبقى في واحد فينا عايش. بالظبط. يبقى في حد من نسلنا عايش. يبقى اخونا اسكندر عايش بقى، ويحكي بقى قصتنا للتاريخ. وانا كده عايش. يقول لهم ازاي متنا من العطش. انا عايش عشان عيالي. بجد. بس كده استنونا بقى الفيديو اللي جاي في العيد، واحنا بناكل الرنجة والرورو بتاكلني الرنجة بالعافيه بالعافيه بالعافية. اصل عشان دي خاطر- دي طقوس، فانا لازم اكلها عشان دي طقوس اصلا، بالظبط. حتى لو انا بحبهاش. النهارده هو معفي بس عشان لو حصل لنا حاجه بكره يلحقنا. بالظبط. انا واخد اعفاء النهارده. تحيا مصر. يلا استنوا بقى الفيديو الجاي. يلا سلام. باي باي.